كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. إن شاء الله هستقبل دورة كتاكيت جديدة ولازم أنظف المكان كويس جدا وأعقمه، والسقايات والعلافات لازم تتعقم كويس جدا. حتى الحاجات اللي برفع بيها السقايات والعلافات أنا عقمتها بكلور كويس جدا. طبعا الفتحة دي هتتسد ومش هسيب غير فتحات صغيرة. طبعا أنا عقبال ما نضفت المكان طلع عيني، لأن أنا لوحدي اللي بعمل الموضوع ده ومفيش حد بيساعدني، المساعد ربنا. فطبعا ربنا ساعدني وقدرني ان انا الم كل السبله دي من تحت الدوره القديمه ومن تحت الفراخ البلدي والرومي والبط. فطلع عيني بصراحه اليوم دوت. طبعا بعد ما نضفت المكان تنظيف كويس جدا 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 وعقمته. طبعا عقمته كذا مره، يعني مثلا رشيت بعد ما حشت السبله خالص خالص ونضفت المكان نهائي. رشيت كلور صافي في المكان كله، وبعد كده قفلت المكان لتاني يوم، وبعد كده رشيت فينيك صافي برضو من غير اي اضافات ولا ميه ولا حاجه، وبعد كده قفلت المكان. وهكذا لمده 5 ايام. تمام كده. طبعا فتحة التهوية الناس بتسألني عن الناحية القبلية أو الوجه القبلي والوجه البحري. الوجه البحري اللي هو بيدخل هواء مباشر، بنحس بيه قوي، يعني هواء مباشر. الوجه القبلي اللي هو يعني بيدخل تهوية كده بس هواء ما بنحسش بيه. تمام. فهو احنا بنفتح الوجه القبلي مش البحري، علشان الهواء ميبقاش مباشر على الفراخ. طبعا الترمومتر ده لازم يتظبط على 33، فانا هزود لند لحد ما اظبطه ان درجة الحرارة تبقى فوق ال30، 32، 33 وهكذا. طبعا السقايات والعلافات انا غسلتها بكلور كويس جدا، وجهزت مكاني بقى، فرشت نشارة وعملت حاجز كده عشان يبقى المكان محدود، عشان في الوقت دوا الكتاكيت بتبرد، فلازم نضيق لها المكان ونوسع واحدة واحدة لما يكبروا. طبعا جهزت مكاني من علف وميه قبلها بيوم. طبعا الميه دي من حنفيه، انا زي ما انتم عارفين انا بستخدمش اي علاجات ولا بحط اي اضافات على الميه، ميه من حنفيه فقط لا غير. آه يعني ولا بحط محلول جفاف ولا سكر ولا اي حاجه، ولا اللي هو مضاد الحيوي بتاع الاستقبال، ما بحطش اي حاجه زي ما انتم عارفين. تمام كده. فانا لازم اجهز مكاني قبل ما استلم الكتكوت. ليه بقى؟ عشان المكان يبقى مهيأ من اكل للشرب للنشاره لكل حاجه، علشان الكتاكيت بتبقى جايه جعانه وعطشانه في طول النهار، طبعا ما بتبقاش واكله اي حاجه، فلازم نجهز لها الاكل والشرب اول ما تيجي تاكل وتشرب على طول. تمام كده. وباكد على التعقيم، يعني انا قعدت اسبوع بحاله عقبال ما جبت كتاكيت علشان اعقم كويس، لان لو في امراض من الدوره القديمه ممكن تتنقل للفراخ او الكتاكيت بسهوله جدا لو معقمناش ونضفنا المكان كويس قوي. فالناس اللي بتسأل على التجهيزات وبنجهز المكان ازاي، ده الفيديو انا عملته لكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس.